السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وما شاء الله وتبارك الرحمن. عندي واحد الكاطان ديال لي بات اليوم غنشاركو معاكم بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. المهم هنا كتشوفوا الكاطان كيفاش كيجي معلق، اللهم بارك، شي حاجة خفيفة صيفية. وكذلك غنشارك معاكم حتى واحد الكب كيك بطريقة مختلفة تماما على الطريقة اللي كندير بها لي كاب كيك ديالي. المهم هانتوما شوفوا كنوريكم لي بات كيفاش كيجيو ملبسين بالجبن بالفرماج. المهم هادو لي كاب كيك ديالي على بركة الله. غنبداو نصايبو. اول حاجه غندير لاصوص بيشاميل. المهم انا الطريقه البسيطه اللي كنصايب بها لاصوص بيشاميل هي هذه. كناخذ نص لتر ديال الحليب، كنضيف له 2 المعالق ديال الدقيق، ضفت له واحد شويه تما ديال الملحه صافي، وغنضيف 2 المعالق ديال الزبده. انا راه كندير عيني ميزاني، هانتوما 2 المعالق هذه ديال الزبده صافي. وغنضيف شويه الابزار، شويه ثوم بودره باش نسم لاصوص بيشاميل ديالي صافي. وغنديرها فوق النار، ولكن حتى نحركها مزيان باش ما يبقاش ليا داك الدقيق ودوك الكريات يلصقوا لي في القاع ديال الكاسرونه صافي. هانتوما انا كنحركهم عاد كنديرهم فوق البوطه. تشوفوا القوام اولا الكثافه اللي غنحصل بها، اللي غنخلي بها لاصوص بيشاميل ديالي ما تكونش ثقيله. نتوما شوفوا خفيفه باش ملي كنديرها مع لي بات كتلقى لي بات ديالي يبقاو ما يمتصوا. هانتوما هنا خديت البيغاكس كما قلت لكم، غديوه سريعه في المتناول. خديت هنا نص كيلو ديال لي بات، سلقتها مع شويه الملحه وشويه ديال الزيت صافي، وغنفرش هكا في المول ديالي. بلا ما ندهنوه، بغيتو دهنوه بشويه الزبده دهنوه ماشي مشكل صافي. وكنصب عليه هنا ديك الكريمه اولا سمحوا لي لاصوص بيشاميل، صوصه البيشاميل كنصب عليه بحال هكا. بغيتو ديروا حتى ديك الكريمه اللي كنت شاركت معاكم في البيتزا ديال كريمه الجبن، كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضيفوها ضيفوها. المهم هنا هاد المرحله هادي انا سرعتها شويه، ولكن خليت لكم هاد المقطع. ضروري تبقاو تحركوا هكا دوك لي بات باش كيمتصوا ديك صلصه البيشاميل، كيمتصوها وكيجيو ملبسين بها صافي. راه شي واحد الرائحه طالعه زوينه. هنا وريتكم غندير شويه الطون والمايس. بغيتو ديروا لادان فيمي، الصراحه انا ما كانش متوفر عندي، اكتفيت بالطون وبالمايس. نتوما راه كنرجع عاوتاني كنحرك دوك لي بات مع صلصه البيشاميل، كنحركهم باش يمتصوها مزيان صافي. عاد غندير شويه ديال الطون كيف ما قلت لكم، علبه ديال الطون وعلبه ديال المايس. انا هنا ما بغيتش نقطع لكم هاد المراحل. كيما قلت لكم بامكانكم ديروا حتى كاشير. المهم انا اكتفيت بهكا. ديروا كاشير، مورتاديلا، لادان فيمي، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا درت الطون والمايس وكل جاوب واحد النكهه، جا واحد الكغاطه روعه صافي. غنستمر بهاد الطريقه، الطون والمايس عاد نضيفو. بالنسبه للمايس البنات بقاو تغسلوه، ضروري تغسلوا المايس لان كيكون فيه داك الماء باش تحيدوا منه هكا تشلوه بهذا المعنى صافي. غنولي نحرك مزيان المكونات، وكيف ما كتشوفوا راه ديك صلصه البيشاميل اللي درت شوفوا مابقاش كتبان، يعني كيمصوصوها لي بات كيشربوها صافي، كيتبنوا بها كتولي ديك النكهه ديال البيشاميل صافي. هنا خديت شويه الزعتر، هاد النص ديال الزعتر مع الطون جات روعه. كنحك هكا الزعتر صافي. وغندير كميه لا باس بها ديال الفرماج. الا بغيتو توليو تحركوا عاد تدخلوه للفرن، انا خليته هكذا صافي ودخلته كيتحمر غير واحد شويه وصافي. كنجبدو تخليوش حتى يتحرق لكم، لان المكونات كلها ما شاء الله طيبه صافي. هذا راه كيف ما قلت لكم سهل وسريع. هنا غندوز لي كاب كيك. خديت 3 البيضات صفر. المهم انا خدت 3 البيضات وغندير قبصه ديال الملحه
وكاس ديال السكر سنيدة، لأن أنا غندير واحد الكمية اللي تكون ما شاء الله كتيرة شوية. صافي هنا خديت كاس ديال السكر السنيدة، عاد غنضيف قبصة ديال الملحة، وغنضيف 2 ساشيات ديال الفاني. كيف ما قلت لكم إلا بغيتو ديروا غير نصف الكمية كيبقى لكم الاختيار. أنا غنخرج اللهم بارك كمية لا بأس بها. راه مازال مصورتش معاكم شي 10 الحبات آخرين اللي درتهم بحبيبات الكوكيز، يعني في المجموع راه عندي شي 34 حبة اللي خرج لي هاد الكمية اللي درت. المهم 3 البيضات، كاس ديال السكر سنيدة، 2 ساشيات ديال الفاني، وقبصة ديال الملحة. غنخدمهم مزيان بالطراب الكهربائي حتى يضاعف ليا تقريبا حجم البيض والابيض. عاد نكمل المكونات. المهم هاد المرحلة ديال لي كاب كيك ديال الستراب كتكون ضرورية باش ينجحو معاكم لي كاب كيك. هنا درت كاس لاروب ديال الزيت، يعني الزيت مكنكتروش واخا الكمية يعني كثيرة عندي ديال السوائل. درت كاس لاروب ديال الزيت. صافي غنطربو حتى هو شوية. عاد غنضيف 2 كؤوس ديال الليمون، عندي هنا 2 كيسان ديال الليمون اللي غادا نضيف. بغيتو ديروا غير كاس ديال الليمون صافي ديروا كاس غادي يخرج لكم كمية اقل ديال لي كاب كيك. صافي هنا 2 كؤوس ديال الليمون. انا تنطرب على سرعة قل ملي كنت كنطرب البيض. المهم حنا توالفناه مع بعضياتنا، كنخدم غير شوية بالطراب صافي. وغنولي نضيف الدقيق. نتوما هنا انا كنضيف الدقيق عيني ميزاني. انا مزعمتكمش العبار ديال الدقيق، لان كل واحد والحجم ديال البيض ديالو، وكل واحد واش غيدير كاس ولا 2 كؤوس ديال السوائل. والبيض حتى هوش اللي ما بغاش يدير كمية اكثر ديروا غير 2 بيضات. صافي غنخدم واحد شويه. عاد غنضيف المكون اللي انا عمرني ما دخلته في لي كاب كيك وجا روعه صدقوني، الليمون. وغندير هنا نص كاس ديال الكوك اولا كاس لاروب ديال الكوك. المهم الصراحه انا عبرت غير بالمعلقه، عندي ديك المعلقه شويه كبيره هي باش كنهز بها حتى الدقيق. صافي المهم هنا قياس ديال عيني كما تنقولوا عين ميزاني. هنا الكوك مع الليمون راه كيتواتاو وخلاص مع دوك الحبيبات ديال الشوكولا اللي كنديروا في الفوق ديال هذا الكاب كيك كيجيو متواتين. صافي هنا تنولي نكمل الدقيق تنديرو. وانا راني نسيت الخمارات تا ندخل تا غنحيد الطراب عاد غادي يبانوا ليا محطوطين ونسيتهم. كنت غادا ندخل لي كاب كيك ديالي بلا خمارات. المهم نتوما شارك معكم الفيديو كيف ما هو، يعني تا حيدت الطراب وتجمعت كلشي عاد لقيت الخمارات ووليت ضفتهم. المهم هانتوما انا كنضيف الدقيق وانا تنخدم بالطراب باش كيعطيني واحد القوام كريمي للكاب كيك ديالي. هانتوما تبارك الرحمن. ها هي هنا عاد رجعت درت 2 ساشيات ديال خميرات ديال الحلوى من فئة 8 غرام. غنضيفهم وغنضيف ليهم واحد المعلقة ديال الخل هنا باش تفاعل ليا الخميره اللي بما اني ما حركتهاش. انا صراحه ما تنخدمش بالخل، ولكن الحمد لله لي كاب كيك ديالي ولي لي كيك ديالي بصفه عامه كيجيو اسفنجيين. هنا انا درت الخل كما قلت لكم غير باش يعاوني انني ندخل ديك الخميره في الخليط. صافي كنبقى بحال هكا كنخلط وناخذ القويطاس ديالي. انا غناخذ واحد القويطاس كيجي ها هما وريتكم الشكل ديالهم واخا سرحت كيجيو بلا مول، يعني ما تنساوش انكم ديروا المول. هنا كنوريكم ضروري ترجعوا تخلطوا الخليط. انا هنا اذا نخلي انا الخليط ديالي ديال لي كاب كيك كيرتاح واحد ربع ساعه. يعني بين ما طيبت انا في نص الوقيته طيبت هذاك الكغاطان ديال لي باط وخليت هادو كيرتاحوا، يعني كنخليهم يرتاحوا بحال اللي كيخمروا. عفيت لي هذه ذاكرها لكم فيديوهات قبل. صافي كنبدا نعمر هاد القويطات وكندير لهم حبيبات ديال الشوكولا. صدقوني ديك الشوكولا مع الليمون مع الكوك كيجيو ولا اروع. هذه طريقه جديده كنغيها شويه ونوع لكم. كاين الجديد ان شاء الله، كاين كيكات مختلفين. هانتوما تبارك الرحمن شوفوا الكغاطا كيجي معلك اللهم بارك اللهم اديمها نعمه.
واحفظها يا ربي من الزوال. لو وصلت معايا حتى لهنا متنسانيش من لايك وبارطاج. السلام عليكم ورحمة الله.